السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وتكونوا ان شاء الله بصحة جيدة. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، درت لكم لي بانكيك في ظرف قصير وتوجدوهم. ديروهم لانش بوكس تاع ولادكم ولا كديسير كي ما بغيتو، حطوهم ترافقوهم مع عصير ولا مع قهوة كحلة تاني تجي شابة. المهم نبدو على بركة الله. عندي هنايا كاس ونص تاع حليب، الحليب عادي يكون بارد، وهنايا راح نضيفو معاها 2 حبات تاع البيض. راح نديرو هنايا 2 حبات بيض كاملين. ابري هنايا نديرو قيس 2 معالق كبار تاع سكر حبيبات. راح نضيف ملعقه صغيره تاع لافاني، ونديرو رشه تاع الملح ونخلطو. راح نخلطو غير بالدراب اليدوي، غير بهذا الفوي، ما نستعملوش البراميكسا. هنايا راح نضيف كاس تاع الفارينه. وبالنسبه للزيت، نتوما ديروا كي ديروا البيض وديروا الحليب وكاع قبل ما ديروا المهم الفارينه، ديروا 3 مغارف كبار تاع الزيت. انا هنا كنت نسيتهم، بصح ماشي مشكل، خرجوا لي بانكيك شابين، صافي ما غاديش ياثر بزاف. راح نضربوا الكاس الاول، وراح نضيفوا نص كاس زائد مغرف. انا غير باش نوضح لكم، نص كاس زائد مغرف. وراح نضيف هنا ملعقه تاع خميره كيميائيه، عفوا باكي كومبلي تاع خميره كيميائيه، ونخلطه. هنايا راح نزيد ملعقه تاع فرينه اللي هي طحين الابيض تاع الحلويات. راح نخلطه هنايا. ابري راح نفرغه هنايا في الغراف هذا باش تجيني العمليه سهله كي نطيب. نتوما تنجموا ديروا قرعه وتثقبوا لها البوشون تاعها. هنا المقله تاعي كانت حاميه، جبت بانسو كان فيه شويه تاع دهان ودهنت المقله تاعي. نتوما ديروا المقله اللي ما تلصق لكمش، اللي طيبوا بها البغرير ديروا بها لي بانكيك. هنايا كي دهنتها عاودت مسحتها باش ما تلصقليش. مهم باش نضمن بلي ما غاديش تلصق لي. هنايا كي دهنتها وكملت عاودت مسحتها وفرغت الخليط تاعي، درته يطيب على النار تكون ناقصه باش يحمروا ويطيبوا وما يكحالوش، شغل مشي تدي اللون قبل ما طيب. هنايا كيما راكم تشوفوا نبدو نقلبوا كيما هكاك، شغل طيبوا بالحبه حتى اللي نكملوهم كاع. انا هذه هي كميه بلا اللي نتكلوا في المقله وحدهم. السخفه. المهم هنايا راح نقدمهم معاكم. انا راح نديرهم على شكل طارطه. راح ندير بين كل طبقه وطبقه ندير شوكولا طارتيني كما راكم تشوفوا. راح ندير بين طبقه وطبقه ندير شويه شوكولا، بين طبقه وطبقه شويه شوكولا. نتوما هنا التزيين يبقى اختياري، تنجموا كيما هكا كيما راهم وديروا لهم غير شوكولا هكا زيكزاك هكا خفيف. انا بغيتهم يجوا على شكل طارطه. راح نكمل هكا حبه بحبه. هنا كيما راكم تشوفوا اطاليتها كاع هذاك الشوكولا الطبقه الفوقانيه، اطاليتها وزوقتها بالبنان. درت البنان من الفوق. نتوما تنجموا تستعملوا اي ديسير كان عندكم، نجموا ديروا الفخاز، نجموا ديروا اي فاكهه مهم. ودرت من الفوق هكا شويه هكا تاع كراميل، صوص كراميل، وهذا هو الشكل النهائي تاعها. راح نقسم معاكم باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل. جربوها ونتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. وما تنسوش تتفرجوا الفيديو حتى للاخر باش تكملوا لي الحلم تاعي. ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يستركم. خليتكم على خير، والى الوصفه القادمه ان شاء الله.